سلام من الله متابعين قناة هل تعلم ديزاد. ملكة بلباي، نعم ملكة بلباي ممثلة جزائرية بدأت حياتها بالمعهد بباتنا، حيث درست 4 سنوات في الكوميديا ثم المسرح. أوائل أعمالها كانت للطفل الذي حاولوا إعطاءه أقصى ما لديه بعد مسرح باتنا، ثم انتقلت إلى عنابة حيث عملت هناك بالمسرح دائما 10 سنوات. انطلقت بأول مشوارها في فيلم الحرب 1993، حيث جاء المخرج أحمد راشدي يبحث عن وجوه جديدة فاختارها لدور مجاهدة مصيرها الموت. في النهاية شاركت المسلسلات كانت في أواخر التسعينيات، حيث اختارها المخرج حسن ناصف لأداء دور زوجة تعاني من مشاكل، وهذا في مسلسل كلام وأحلام وكسوف. كما أدت دور زينب في مفترق الطرق، ودور مدبرة منزل في الليالي البيضاء، ودور خادمة في موعد مع القدر. الممثلة ملكة بلباي لا تحتاج إلى تعريف، فهي إنسانة متواضعة، أو كما لقبها الجمهور بنت فاميليا. سطع نجمها من خلال مسلسلات درامية جسدت دور صابرة فتعاطف معها الجمهور بعيدا عن جو الكاميرات والتصوير ومهنة التمثيل. أيضا حاورتها وقت الجزائر لتكشف بعضا من جوانب حياتها اليومية والاجتماعية كأي مواطنة. أيضا كانت تمارس رياضة ركوب الخيل. أصدقائي، قوموا بالضغط على لايك والاشتراك على الصفحة لدعم القناة. شكرا لكم. قناة هل تعلم ديزاد، كل ما هو جديد.